عادي، بس يعني اطلعي برّه هذا بوتقة الحرية دي، هتلاقي أحلامِك كلّها تتحقق، زي العُقلة كده، زي الhiking. يا جماعة إحنا هنعمل hiking. ما حدش قال لي خالص، ما حدش جاب لي سيرة، ما حدش أصلًا هيّأني نفسيًا خالص إن إحنا هنعمل hiking دلوقتي. في ناس عارفة إن أنا نقلت من المنصورة للقاهرة، ماشي، عايزة أديكم نبذة بس عن المنصورة. يعني المنصورة لو أنا يعني هاروح من أولها لآخرها وعندي ميعاد الساعة 16:00، هانزل الساعة 16:00 من بيتي، هاوصل الساعة 16:00 المكان. ما فيش حاجة اسمها تأخير. إحنا أصلًا ما بنركبش مواصلات في المنصورة. المنصورة يعني أنا كنت بيتي كده، جاليري كده، كل حاجة كده، يعني كل حاجة في الحياة في الصالة. باعمل كده أبقى في هنا، باعمل كده أبقى في هنا. أنا نقلت وقُلت آخد التحدي إن أنا أستخدم المواصلات وأحس بالحرية المطلقة، وأبقى زي البرغوث كده بيتنطط من هنا لهنا. محتاجة أبدي اندهاشي الشديد النهارده. اللي حصل إن أنا امبارح ركبت أتوبيس الساعة 2:30 من التجمع لرمسيس أو عبد المنعم رياض أو أي حاجة، علشان أخد المترو عشان أنزل مترو الأوبرا، أروح الأوبرا. كنت عايزة أروح الأوبرا، يعني الموضوع بسيط، يعني عادي. الأتوبيس ما راحش المكان، هو فضل يلف في جمهورية مصر العربية كلها. أنا أصلا ركبت 2:30، ببص في الساعة لسه ما وصلتش أصلا المكان اللي هاخد منه المترو للأوبرا. ببص في الساعة 4:30، فما فهمتش الرقم. فقررت ان انا النهارده يعني اتعلم من اخطائي خلاص، واجرب وسيله مواصلات اسرع واسلس وكل حاجه. قالوا لي لا، الاتوبيس دوت بيتاخر وبيبقى على مهله وبيقف وبتاع، وبعدين ممكن يلف مشاوير ما يروحش المكان على طول، فانتي اركبي. ركبت ميكروباص من التجمع. اكتشفت بقى ان هو يعني بعد تجربتي امبارح مع الباص اللي وداني في 19,000 ساعه ده، حسيت بإنجاز كبير لما ركبت الميكروباص. يعني طفرة في لحظة بالظبط، لقيت نفسي في العباسية. ياه، قلت خلاص أنا في العباسية. أنا خلاص في العباسية، يعني أنا مثلا 10 ودقيقة كنت في العباسية. من العباسية بقى رمسيس بعد زمني مختلف تماما. ليه المفروض هيروح رمسيس؟ نفسي أعرف فين رمسيس. هو أصلا تمثال رمسيس نفسه كل حاجة اسمها رمسيس، يعني قارة كاملة اسمها رمسيس. تمثال رمسيس اتشال وانا ما شفتوش قبل ما يتشال، عشان اعرف هو فين. هو يعني فين المكان، اللوكيشن، النقطة. اللوكيشن ده مش بيبقى نقطة، لوكيشن لما يقول لك ابعتيلي اللوكيشن بتاعي نقطة لوكيشن. لا، رمسيس ده قد المنصورة كده اصلا، يعني ماشي. قال لك بقى المترو في رمسيس، فالميكروباص ده هيوديكي رمسيس، تاخدي المترو تروحي الاوبرا، حياتك تبقى وردي والحياه جميله. الميكروباص بقى بتاع التجمع ورمسيس ده هو مش بينزلني في رمسيس. هو اصلا انا ركبت ميكروباصين النهارده، الاتنين عملوا معايا نفس الحركه، اللي هو الميكروباص ملوش مكان يعني في الكوكب، ملوش اي مكان هو بيروح يركن فيه زي الطياره كده، بيعمل لاندنج فيه. هو زي ما بيجي معاه، يعني هو زي ما بيجي معاه يقف هنا، بيحدفك كده هنا. هيجي مزاجه النهارده يقف هنا هيحدفك هنا. الحته بقى اللي حدفك فيها دي، انت ممكن تحتاجي تاخدي ميكروباص تاني عشان تروحي تركبي المترو او تعدي. لازم عشان تركبي بقى الباص تعدي الناحيه التانية. مفيش حاجه اسمها يعني انتوا بتقولوا يا جماعه، وبعدين الناس بتتكلم بمنتهى الهدوء. هم اصلا بيقولوا لك كارثه كونيه، يعني بيقولوا لك مثلا انت في المريخ، انت محتاج تروح زحل نط. يعني انت مش معكش مكوك مثلا فضائي، لا انت محتاج تنط عشان تروح زحل. وبيقول لك بمنتهى السلاسه الناحيه التانية مفيش حاجه اسمها الناحيه التانية في رمسيس. عشان تعدي الناحية التانية لازم بتعدي الناحية التانية، بعد كده بتعدي الناحية التانية، وبعد كده بتعدي الناحية التانية، وبعد كده بتعدي مثلا بتاع 6 ناحيات عشان توصل للناحية التانية دي. فهو الميكروباص رماني كده في مكان في جمهورية رمسيس العالمية. خدت أنا امبارح رحلة
عشان اوصل للمترو. طيب وصلت المترو والحمد لله، والوقت في المترو بيبقى لطيف، ماشي مشيت كتير في المترو بس عادي يعني، كنت سعيدة يعني، انا ببقى سعيدة في المترو، والسلم طالع والسلم نازل والمترو والله، والخط هيروح فين وهيجي منين حلو، كان جميل. كنت في قمة سعادتي ونزلت محطة الأوبرا، خلاص أنا أهو والأوبرا قدامي اهي، يعني أنا نزلت أهو يعني من المحطة والأوبرا اهي، يعني دخلوني بقى الأوبرا. لا قالك لا. طب يا جماعة، أنا أنا عملت تحديات كتير جدا عشان أوصل للمرحلة دي، أنا طالعة من مترو الأوبرا وقدامي الأوبرا، ليه ما أقدرش أدخلها؟ قالك لا، لازم تمشي شارع كده يعني، معرفش، مساحة كده، مساحة من الكون، يا إما تمشي لآخر الشارع ده تخش يمين عشان تدخلي الأوبرا من هنا، يا إما تمشي كده برضو مساحة شاسعة، أصلا أنا شايفة خط الأفق، وبعد كده تخشي شمال عشان تروحي الأوبرا، يا إما تاخدي تاكسي يوديكي عند باب الأوبرا. وأنا قلت مستحيل بعد المجهود دوت والتحدي، وأنا عايزة أوصل بنفسي. أنا لما كنت في دبي وكنت باخد تاكسي كنت بحس إنها فاشلة جدا، كنت ببقى مصممة إن أنا أعرف الطرق والمواصلات، فقلت عادي خلاص هتمشى. وكنت بحاول إن أنا أكيب ماي مايند بوزيتيف، إنه إحنا هنبص على الشجر وهنبقى في اللحظة، هنبقى مايندفول وهنبص على الشجر وهنستمتع بالورق، أوراق الشجر، ونشوف الأشكال المختلفة بتاعت أوراق الشجر وبتاع. فضلت ماشية ماشية، بلاد تشيلني وبلاد تحطني لحد ما وصلت للباب بتاع الأوبرا الناحية دي. قالك بعد ما وصلت الباب ده بيبقى مقفول يوم السبت. قلت للراجل طب ما أنا جاية من هناك يعني انا جايه من هناك، يعني انا جايه من هناك، انا جايه من هناك، انتوا ليه سبتوني امشي حياتي كلها عشان في الاخر تقولوا لي ان الباب مقفول؟ ماشي، تقبلت الواقع، قلت انا مش هعاند مع الواقع، يعني انا هعدي مراحل التقبل بسرعه جدا وهمشي مشوار تاني خاص وعلى مهلي، وهبص على الشجر وعلى اوراق الشجر، وهرجع تاني كل الاوبرا دي عشان اروح بقى الباب اللي هو بقى الناحيه التانيه اللي هو هدخله شمال. فعلا مشيت ورحت، رجعت كل اللي انا مشيته كله، وبعد كده وصلت الحمد لله. قلت الراجل ها هو فين مركز الابداع؟ انا الغريب ان كل الناس يعني لذيذه جدا، يعني بتتكلم بمنتهى التلقائيه. شايفه على مرمى الافق كده في عماره فوق كده لونها ذهبي شويه؟ قلت له اه. قال لي عندها كده. فانا اكتشفت ان انا محتاجه امشي نفس الطريق اللي انا مشيته ده، اللي انا مشيته مرتين قبل كده، همشي مره تالته. رحت مشيت، وصلت المركز الإبداع ودخلت. ولما دخلت وقضيت اليوم الجميل جدا، نسيت كل الماضي، نسيت الماضي كان كله جراح، أنا نسيته. وطلعت قلت ايه يعني هيحصل لي ايه، انا اصلا في وسط البلد، يعني انا عند قصر زنرة قصر النيل كده وبتاع، والدنيا سهله وانا قريبه من كل الحاجات، فهاخد ميكروباص يوديني رمسيس او عبد المنعم رياض واول ما اوصل هناك حياتي كلها تبقى افضل بكتير، وهلاقي التجمع وهلاقي اي حته انا عايزاها. لقيت ميكروباص قلت له توديني رمسيس او عبد المنعم، انا اصلا ما اعرفش ايه الفرق بين رمسيس وعبد المنعم رياض، يعني بالنسبه لي هم نفس الشيء. قال لي اوديكي عبد المنعم رياض، ماشي، برضو وثقت فيه، أنا مش فاهمه بجيب الثقه دي منين. الراجل ما ودانيش، هو اصلا الراجل برضو فين عبد المنعم رياض يا جماعه؟ انا نفسي اقابل انا نفسي اقابل الشخص اللي اسمه عبد المنعم رياض ده، وعايزه اعرف هو مين عبد المنعم رياض ده، يعني حد يقول لي بجد، عشان انا يا اما بقدسه جدا، يعني بحس ان هو شخص مقدس جدا بالنسبه لي، يا اما ببقى يعني بكرهه جدا، يعني مش عايزه حد ينطق اسم عبد المنعم رياض ده قدامي. الراجل ما ودانيش عبد المنعم رياض، هو برضو كان معدي كده، معرفش في كوبري ولا نازله حاجه ملويه كده، قام رماني برضو في الحته دي، قال لي انزلي هنا. انزل هنا فين؟ مفيش اي معالم عبد المنعم رياض، انا محتاجه اصلا في الحته اللي هو نزلني فيها دي اطلب بقى اوبر يوديني الحته اللي انا المفروض اروحها. ما اتمسكت وقلت عادي هنعدي ال19 شارع اللي بنعديهم دول، هلاقي نفسي اكيد هناك. انت بتستشهد، يعني بتقول الشهاده قبل ما بتاخد اي تعديه من التعديات دي، مفيش اي حاجه تضمن تعديتك، تفضل بقى تقسم
الحاجات اللي انت بتعديها دي على قد ما تقدر، يعني تمشي كده حته عشان تبقى حته صغننه، فتبص تعدي بكده تاخد حته تانية صغننه زي التورته كده، تقسم لحد ما تعدي كل الست تعديات اللي انت بتعديهم. مشيت وفضلت اعدي لحد ما لقيت الباصات الجميله بتاعت الام 5 والحاجات دي، وحسيت بمنتهى السعاده. وركبت فعلا الباص اللي هو الجرين باص ده، لقيت مكتوب عليه اكتوبر. فين يا عم اتوبيس التجمع؟ قال لي لا هو مش جاي، هيتاخر. انت بس راجل بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، انا مش يعني هو لو بيقول لي اعملي لي كوبايه شاي اشربيها مش هيكلمني بالطريقه دي. قال لي انت بس اطلعي بره هنا هتلاقي باص زي الام 5 بالظبط، روحي بس عدي بس، يعني اطلعي بره هذا بوتقة الحريه دي هتلاقي احلامك كلها تتحقق. المكان اللي هو بيوصفولي ده انا محتاجه اعدي، هو عباره عن سور متقفل من كل ناحيه. بجد انا ما اعرفش الناس اصلا بتخرج من المنطقه دي ازاي. هو سور، وبعدين بيقول لي لا ما تقلقيش في فتحه. فانا قلت اكيد باب انا المفروض اعدي منه عشان ابدا الرحله الجديده بتاعت التعديه لحد ما اوصل لليافطه. وقال لي في يافطه كبيره كده هناك، شايفه اليافطه الكبيره اللي فوق دي اللي هي هناك دي؟ شايفاها، عندها كده الاتوبيس اللي انا بقولك عليه ده. سبت كل ده وسبتها على الله، وقلت خلاص هدور على فتحه اللي هي هتخرجني الاول بس من عبد المنعم المراد الاولاني ده، هروح عبد المنعم المراد التاني والتالت والرابع والحاجات دي. فواحد شاب واقف فين يا عم الفتحه؟ قال لي هو الدوريه دي الخرم ده. لقيت سور وحاطين حجره كده تحت وخرم كده دوريه. قال لك دي فتحه محتاجه تشعبطي فيها كده زي العقله كده، زي الهايكنج. يا جماعه احنا هنعمل هايكنج. محدش قال لي خالص، محدش جاب لي سيره، محدش اصلا هيئني نفسيا خالص ان احنا هنعمل هايكنج دلوقتي. انت على صخره كده وبعدين تمسكي في حاجه كده تتقلي عليها كده وتقومي مدخله رجلك منها وطالعه الناحيه التانية وساندة على حجر تانية وطالعه بره سور المكان الاولاني ده. فكنت عماله والله يعني مش فاهمه اللي بيحصل، والدنيا سايقاني وانا مكمله. ما انا اصلا انا in the middle of nowhere. انا اصلا في دوله عبد المنعم الواد دلوقتي. المهم انا خرجت من المنطقه اللي انا عملت فيها هايكنج دي، عندي كميه غضب مضحك، يعني غضبي مضحك. احنا مش في دهب يا جماعه، احنا بجد بنعمل ايه هو اللي انتوا بتقولوه ده بجد طالبين مني كده. المهم نطيت، يعني عديت الحته دي نطيت لقيت نفسي الحفره اللي انا عديت منها دي بتوقعني على كوبري والعربيات نازله منه بتجري. فانت نطيت لقيت نفسك في وسط نزله كوبري والعربيات دي عمليه انتحاريه. انتوا بتنتحروا يا جماعه. انا اتعديت كل التحديات اللي فاتت دي محتاجه طيران مش محتاجه يعني مشي. المهم بعد كل هذا المجهود وصلت للاتوبيس المنتظر اللي هو قال لي ده زي الام 5 بالظبط وهيوصلك التجمع وبتاع، اسمه 1062. فعلا لقيته مكتوب 1062. دخلت الاتوبيس لقيت هو مهجور، اتوبيس مهجور مفهوش سواق مفهوش راكبين مفهوش اصلا مفتاح حتى مفهوش حاجه، هو عباره عن اتوبيس مفتوح. افتكرته ديكور من كتر ما هو مهجور. صمت. فضلت قاعده جوه الاتوبيس، طلعت الايباد وقعدت اكتب المعلومات الكتير اللي انا عرفتها النهارده عن المواصلات. عامله ورقه على الايباد عن مواصلات مصر. قعدت في الاتوبيس وقعدت اجورنالايز الحاجات اللي حصلت لي، ايه اللي كان وحش ايه اللي كان حلو ايه اللي مش هنستخدمه تاني في حياتنا. بتاع نص ساعه ولا ظهر صاحب الاتوبيس ولا ظهر سواق الاتوبيس ولا ظهر الناس بتركب الاتوبيس. انا الوحيده اللي في الاتوبيس، محطوط ديكور في عبد المنعم الرياضي اللي هو عند اليافطه. وانا قاعده بقى في المنجور ده لقيت الاتوبيس اللي خدت فيه 3 ايام على ما روحت ده، بس ما عنديش اوبشن تاني. دخلت نزلت اتناقش معاه قلت له انت ايه نظامك، روح على طول ولا انت هتلف رأس الرجاء الصالح؟ قال لي لا انا هلف وكده ولازم وبتاع نو واي باك. لقيت بقى الاتوبيس اللي هو المهجور ده اتحرك. سبحانك، اول لما نزلت منه هو اتحرك فاضي، هو اتحرك فجأة اتحرك فاضي. قام ماشي. قالوا بقى يندهوا عليه يا اسطى يا ست دي عايزه تركب معاك، يقول لي لا وبتاع ولازم هو ده احسن من التاني ده دايركت.
وبتاع. المهم ركبته الصبح، يعني كانت الشمس طالعه، وصلت العشاء. ايه اللي حصل جوه الاتوبيس معرفش، دخلت مثلث برمودا. وانا كل ده واخده الموضوع تشالنج، انا مش هطلب تاكسي، مش هستخدم تاكسي، انا مش عايزه استسهل، انا عايزه اعمل التشالنج لاخره. مامتي بتكلمني في التليفون: ايه اركبي تاكسي. يعني امتى؟ يعني منين؟ من لما وصلت رمسيس للمترو بتاع رمسيس، ولا من عبد المنعم رياض الاولاني هيعدي كده ويعبر معايا؟ انا محتاجه تاكسي طائر عشان يعبر بيا للبر التاني، خط بارليف. امتى اقرر القرار ده؟ امتى بالظبط؟ فين؟ هوير؟ ولا عند مترو الاوبرا، والاوبرا قدام عينيا. ما انا محتاجه برضو نفس التاكسي الطائر ده. يعني بعد ما وصلت مترو الاوبرا اركب تاكسي عشان اروح عند بوابه الاوبرا؟ doesn't make any sense يعني. وبعدين طب ماشي، انا وصلت لبوابه الاوبرا، ما انا وصلت البوابه، انا محتاجه تاكسي طائر تاني يوديني بقى المركز الابداع. انتوا يا جماعه بتتكلموا بمنتهى السلاسه، بمنتهى السلاسه، مع فراغ شاسع من المساحات. انت مش حاسس بيا، انت مش مدركني، انا اللي مدركاني. انا حاسه ان انا نمله في وسط صحراء غربيه، وانت بتقولي عدي من الصحراء الغربيه للصحراء الشرقيه. يعني المترو بكل مميزاته اللي انا بحبها، يعني المترو ده ممكن يسوحك تسويحه، يعني انت ممكن تطلع يعني عامل زي النمله فعلا، بتطلع من تحت الارض كده تلاقي نفسك في مكان تاني. يعني مثلا انت طلعت كده لقيت نفسك في امريكا، نزلت طلعت لقيت نفسك في الصومال. انا مره كنت في رمسيس، في المترو كنت في رمسيس، طلعت مطلع يعني طلعت فوق لقيت نفسي في التحرير. ما اعرفش عملها ازاي، نفس المثلث البرمودا بتاع الاتوبيس بالظبط، بس المثلث بقى مثلث مكاني، مثلث ملوش حدود الزمكان، مش يعني الزمكان. انا مش فاهمه كذا حاجه. اول حاجه مش فاهمه المساحات، مش فاهماها، ومش فاهمه اتعامل معاها ازاي. يعني مش فاهمه اتعامل معاها ازاي. محتاجه الجهاز من اللي هو بيعمل نار في الرجلين بتطير بيه عشان اتعامل بسلاسه مع الناس اللي بتقولي روحي عدي بس عدي الناحيه التانية. دي بتبقى جزيره بس. مش فاهمه المكان، ومش فاهمه الزمان. يعني مش فاهمه الزمان، انا مش فاهمه الزمكان. يا جماعه انا الكورس بتاعي كان بيبقى الساعه 4 في الجاليري بتاعي، وانا في البيت بنزل 4 الا دقيقه ببقى في الجاليري بدري. انا مش فاهمه انتوا بتتكلموا في ايه. مش فاهمه الزمان. يعني ايه اركب باص الساعه 2:30 عشان يوديني بس حته اركب مترو، قبل ما اوصل للحته اللي انا هركب منها المترو تبقى الساعه 4:30؟ ده سؤال محتاج حد يرد عليا فيه. السؤال التالت: مين عبد المنعم رياض؟ بجد نفسي اتعرف عليه. وليه الاتوبيسات هناك مهجوره ومش بتتحرك؟ يعني كنت فاكره ان انا لما هروح عبد المنعم رياض احلامي كلها تتحقق، بس اكتشفت انه لا خالص. والوقت بيروح فين جوه الاتوبيس؟ انا ليه لما ركبت الاتوبيس 10:06 ده، ليه الصبح كان طالع ووصلت العشاء بتدن؟ يعني انا ركبت العصر وصلت العشاء. حد يفسرها لي ازاي انا ركبت الصبح والشمس موجودة، نزلت منه الليل والسماء سودة كحلي؟ كيف هيحدث هذا؟ وكيف، او لما وده سؤال رابع: وكيف ان انا في ثانية من التجمع وصلت العباسية، بس من العباسية لرمسيس اللي هم اصلا يعني المفروض ان هم اخوات قرايب حبايب، يعني حبايب صحاب، زي من المنصورة للقاهرة. جيت من المنصورة اقرب. هو الموضوع كده يا جماعة، بالاوقات دي بالمسافات دي ما تهزروش. امال انا لو عايزة اروح اكتوبر او الهرم، يعني انا لو عايزة لو مخي اتهبلت في مخي وفكرت اروح الهرم او حلوان او اكتوبر،
محتاجة الشقة خديجة المغربية يعني. حد يفسر لي، حد يقنعني.